طاقية السلطان، الترند اللي قالب السوشيال ميديا سواء على الفيسبوك ولا اليوتيوب ولا الانستجرام. ناس كتير جدا جربتها وقالت طعمها عادي جدا وما تستحقش الضجة اللي هي عاملاها دي، وطعمها ما فيهوش اي شيء مميز. انا النهارده عملتها لكم بشوية تركات كده معينة هتنقل طعمها في حتة تانية خالص، وشوية اضافات لو جربتيها وحطيتيها على العجينة بتاعتك هتطلع العجينة هشة جدا وليها طعم كده ومذاق مختلف غير اي طاقية سلطان ممكن تكوني شفتيها قبل كده. شوية اضافات بسيطة جدا لكنها بتفرق جدا في قوام العجينة. زي ما انتوا شايفين عاملة زي القطن ازاي، هشة جدا من جوه، طعمها حقيقي مميز. انا واثقة ومتأكدة ان كل هيجربها بالطريقة بتاعتي وبالاضافات المعينة والتركات اللي هنعملها النهاردة ان شاء الله هتنول اعجابه وهيعملها على طول. زي ما انتوا شايفين هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، ويلا بينا ندخل على المقادير. معانا اول حاجة هنا 3 كوبايات وربع دقيق، نص كوباية مية دافية، نص كوباية لبن دافية، ربع كوباية زيت، 5 معالق سكر كبيرة. لو حابة تزودي السكر مفيش اي مشكلة، كل ما هتزودي السكر كل ما العجينة هيبقى لها طعم احسن. وكمان الاضافة اللي هنضيفها لما نخلص طاقية السلطان بتاعتنا هتشوفي هتنقلها في حتة تانية خالص ازاي. معانا كيس خميرة فورية، ومعانا بيضة وفانيليا وخل، وهقولك الخل هنعمل بايه دلوقتي. ومعانا معلقتين كاكاو، ومعانا كمان 2 معلقة زبدة كبيرة. تمام، لغاية هنا المقادير سهلة وبسيطة. وكمان اللي حاببها بالجرامات علشان العجينة تطلع معاه مظبوطة، انا هكتب الجرامات في الديسكريبشن بوكس، بيبقى في جنب العنوان كده سهم نازل لتحت بتدوسوا عليه بتلاقوا اللي انا هقول لكم عليه الجرامات، يعني المقادير بالجرامات، عشان في ناس بتحب تبقى دقيقة جدا في المقادير. وزي ما انا معوداكم المقادير مكتوبة على الشاشة عشان اللي عايز ياخدها سكرين شوت يحتفظ بيها بدل ما بيقعد يعيد الفيديو كذا مرة. خدوها سكرين شوت هتسهل معاكم الدنيا خالص. تمام، لغايه هنا المقادير والدنيا بسيطه. وطبعا لاننا هنحشي العجينه بتاعتنا هنحشيها شوكولاته، معانا شوكولاته خام متقطعه ومكعبات صغيره كده، ومعانا كمان شوكولاته سايحه اللي هي ميكستيلا. نركز يا جماعه ومحدش يجيب النوتيلا لان النوتيلا مقاطعه زي ما احنا عارفين. يلا بينا ندخل على الطريقه على طول. اهم حاجه اللبن والميه يكونوا دافيين، ما يكونوش باردين علشان الخميره ما تفسدش، وما يكونوش سخنين برضو عشان الخميره ما تفسدش. اول حاجه معانا هنحط السكر على الخميره على الميه الدافيه على اللبن، وهنختبرهم زي ما انا معوداكم. اي عجينه لازم تختبري الخميره علشان ما تبوظيش كل المكونات بتاعتك، لان في اكياس خميره او في خميره بتتجاب بتكون فاسده او ما تكونش بتتفاعل. زي ما انتم شايفين الخميره الكويسه او اللي تعرفي انها تمام بتكون طبقة ريم كده او طبقة كثيفة فوق الوش. هنبتدي بقى كده الخميرة بتاعتنا الحمد لله تمام، هنبتدي نضيف البيضة كاملة. هتضيفيها كامله يا بوسي؟ هنضيف البيضه كامله لان البيض عامه بيدي رفع كده حلو قوي للعجين. وهنضيف طبعا الفانيليا والزيت زي ما انتوا شوفوا. وهنا بقى هنضيف المكون اللي قلت لكم عليه هيخلي العجينه من جوه بيضه وفاتحه وهشه جدا، هي معلقه الخل، معلقه خل بسيطه جدا. هنضيفها المكونات دي ونخفقهم كويس جدا. وهنجيب بقى ال3 كوبايات ودقيق وربع بتوعنا ونبتدي ننخلهم. النخل يا جماعه في اي معجنات في اي كيكه بيخلي الحاجه هشه ومفرغه كده من جوه، فما ينفعش اي دقيق او اي حاجه تستخدمي فيها دقيق ان انت ما تنخليش الدقيق. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي انخل الدقيق كله، بنزله كل مره واحده كده. اول حبه صغيرين ضربتهم بالمضرب، وبعد كده هنبتدي نخلص كميه الدقيق، هنسيب بس حبه دقيق صغيره ونعجن بايدينا. طريقتها سهله وبسيطه جدا، لكن حقيقي معلقه الخل بتنقلها في حته تانية خالص. وطبعا ما ننساش رشه الملح على الدقيق، سنة عن سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي وصل معايا لغاية هنا ما ينساش يصلي على النبي في الكومنتات ويقول لي رأيه في طاقية السلطان بتاعتنا، وإن شاء الله هتعجبكم لو جربتوها. زي ما انتوا شايفين كده فضلت أعجن لغاية ما القوام بتاعها وصل للملمس ده. هنبتدي نقسم العجينه بتاعتنا لجزئين. زي ما انتوا شايفين هي طريه ازاي، ويعني بصوا زي القطن كده. ده كل ده ولسه ما ضفناش ليها الزبده. هبتدي احط كده كل جزء في طبق لوحده، لان احنا هنعمل جزء بالشوكولاته وجزء لونه ابيض عادي. وهنبتدي نضيف بقى معلقه زبده كبيره على هنا على الجزء ده، ومعلقه زبده على الجزء اللي بالكاكاو. هنا بدات ادمج اللي هي احط معلقتين الكاكاو والزبده على العجينه دي علشان العجينه لونها يبقى براون، يعني لونها يبقى بني. تمام، لغايه بصوا وصلت للقوام ده تحفه تحفه تحفه. نقلع بقى الجلافز علشان طبعا لو حطينا ايدينا هنا ده هيبقى لونه بني وراخر. هنبتدي بقى تعجني كده، شكلها هيبقى غريب معاكي في الاول، ما تتخضيش عادي، استمري في العجن لغايه ما توصل للقوام اللي هتشوفيه دلوقتي ده. هو ده. بصوا بقى انا هوريهولكوا عباره عن ايه.
حقيقي بجد زي القطن كده. واي عجينه سواء معجنات مخبوزات بيتزا اي حاجه، لازم العجينه بتاعتك تكون طريه بالشكل ده. ما ينفعش تكون مثلا بتشقق او ناشفه او بتاع، لا هتعرفي ان انت الحاجه اللي انت هتعمليها هتطلع طعمها مش حلو. لكن هي دي قوامها ما شاء الله حلو جدا، وهتطلع لي عجينه ممتازه. هنبتدي نغطيهم لمده مثلا ربع ساعه او نص ساعه لغايه ما يخمروا في مكان دافي. وبعد كده هنبتدي نشوف هنعمل ايه. هنا انا كنت مشغله الفرن يدفي المطبخ كده، لان زي ما انتوا عارفين احنا في الشتاء والجو ساقع، واي عجينه عشان تخمر بتاخد وقت طويل. لكن الفرن لما كان شغال زي ما انتوا شفتوا فرق الحجم تضاعف ازاي، بسم الله ما شاء الله. كده الخميره بتاعتي ناجحه والعجينه بتاعتي ناجحه جدا جدا، وده بسبب الاضافات اللي حطيناها. الخل هيخلي لون وطعم العجينه من جوه هش جدا. سواء بتعملي كيكه او معجنات، فعلا حقيقي الخل بيفرق جدا في القوام، سبحان الله. اضافه بسيطه لكنها بتنقل الحاجه بتاعتك في حته تانية خالص. هنا حطيت لي على السطح بتاعي اللي انا هفرد عليه العجينه رشه دقيق، وهبتدي كده اخرج الخمران من العجينه وابتدي افرد على شكل مستطيل. الموضوع ده طبعا مش هينفع اشرح فيه، بس انتوا هتشوفوا كل حاجة. انا جايبه لكم كل تفصيلة في الكاميرا وفي التصوير، مش مفوتة اي حاجة، علشان الناس اللي نفسها تعملها بنفس الشكل وبنفس الطريقة كده تعمل لنفسها فيه وتتبع الفيديو زي ما انا عاملة بالظبط. بعد ما فردت الجزء الابيض كده زي ما انتوا شايفين بشكل اسطواني، بعد كده هجيب الجزء اللي هو حاطين عليه كاكاو، يعني كأنه لونه بالشوكولاتة، وهنبتدي نفرده كده بالراحة خالص. وتقريبا الموضوع مش هياخد منك يعني كتير، بس اهم حاجة تكوني حريصة في ان انتي تغطي كل جزء، علشان الرول كده وهو بيتلف او لما تيجي تقطعيه زي ما شفت كده في بداية الفيديو، تلاقي كل جزء فيه ابيض وشوكولاتة. هنبتدي بقى احط الميكس تيلا، اي شوكولاته سبريد لو حابه حتى تحشي. يعني المعجنات دي ممكن تتحشي باي حاجه، ممكن تتحشي بجبنه، ممكن تتحشي بلحمه مفرومه، ممكن تتحشي باي حاجه. بس هي طبعا الطريقه الاصليه او المنتشره كترند يعني كله حشيها شوكولاته. طبعا بما اننا ضفنا 5 معالق سكر بس، العجينه نفسها لما جينا بعد كده بقينا ندوقها لقينا طعمها يعني محتاجه سكر. طب عملت ايه يا بوسي؟ تابع معايا الفيديو بقى عشان تشوف انا عملت ايه. حقيقي بجد يعني خلت طعمها في حته تانية خالص. وكمان يعني جه في دماغي بعد كده كام حاجه اللي هو ممكن نعملها بيها هتخلي فعلا طعمها حلو، واللي بيدوقها هتعجبه. ابتدي بقى اجيب كده زي ما انتم شايفين، ابتدي نبرم كده جزء بسيط وبالراحة كده وما تضغطيش جامد يعني، ونبتدي نلف كده بالشكل ده. تمام. وبعد كده تجيبي بقى قطاعة او السكينة اي حاجة المتوفرة عندك، وحاولي وانت بتقطعي تخلي الاجزاء اللي انت بتقطعيها دي بالحجم ده، لان انا جيت في الاخر اتغبيت وحاولت ان انا ارفع الاجزاء، حسيت ان التخينة دي مش هتبقى حلوة. لا، طلع التخينة هي اللي احلى من الرفيعة. ان انا بدأت الاجزاء في التقطيع تخين، وبعد كده زي ما انتم شايفين جيت في الاخر رفعت. لا، خليكي كله تخين. وتبتدي تمسكي كده ما تمطيش العجينة بصوا انا وانا بشتغل فيها حقيقي من كتر طراوتها وان هي فعلا طرية جدا، يعني مش عارفة اتملك فيها. مش اللي هو عجينة خشنة كده او جافة، لا حقيقي بجد يعني العجينة بتبان من ملمسها، الايد بتحس. بصوا بقى الرفيعة ما عجبتنيش قوي في اللولوة زي ما انتم شايفين كده، التخينة هي اللي كان التقطيعة التخينة. ونبتدي بقى نبرم كده بالشكل ده. نجيب بقى الصينية بتاعتنا. الصينية لازم تكوني دهناها سمنة او حتة زبدة، مش حابة تدهنيها حطي ورق زبدة زي ما انا عملت. انا جبت ورق زبدة وفرشته في الصينية كلها، وبعد كده حطيتها بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهم حاجة بقى الخمران بتاعها. انت خلاص شكلتيها وعملت كل حاجة، تغطيها بقى وتسيبيها ساعة كاملة. لو الفرن مولعاه زي ما انا عامله كده في المطبخ ومدفي حراره المطبخ، يبقى ممكن تبقى نص ساعه او ساعه الا ربع. لكن تطولي في الخمران ده، لان زي ما انتم شايفين دلوقتي حجمها عامل ازاي، هتشوفوا بعد شويه بعد ما تخمر شكلها يبقى عامل ازاي.
هي هنا بقى خلاص خمرت، سبتها ساعة او ساعة الا ربع، وجبت صفار بضايه، وجبت كمان معاها ايه حبة لبن وفانيليا. والله العظيم يا بنات ما حسيتش باي زفارة، لكن اللون زي ما انتوا شفتوا كده في بداية الفيديو، هتشوفوه معايا دلوقتي لما تطلع من الفرن. اللون كان حلو جدا، وزي ما انتوا شايفين اهو طلعت كده من الفرن. بعد كده بقى علشان طعمها يبقى احلى، هتجيبي دهنة سمنة او دهنة زبدة بسيطة، وتدهني الوش بتاعها وتغطيها على طول عشان تفضل طرية ووشها كده ما ينشفش. تمام اهو جبت هنا دهنة زبدة بسيطة، زبدة يعني يفضل تكون زبدة بلدي طبعا. ابتديت تغطيها كويس جدا او تكتميها كده باي حاجة. وبعدها بقى هنشوف هنقدمها ازاي مع بعض. جيبي بقى طبق التقديم بتاعك وتبدأي. بصوا ورق الزبدة خلينا اطلعها بمنتهى السهولة ازاي، وما شاء الله من تحت كانت جميلة جدا، ولا محروقة ولا اي حاجة. اهم حاجة تحطيها في فرن درجة حرارته 180 في الرف الاوسط. اوعي تحطي اي مخبوزات او اي حاجة على العموم، كيك اي حاجة ما تحطوش في الرف اللي تحت. بصوا من تحت جميلة جدا وما فيهاش غلطة، تسويتها ما فيهاش غلطة، وعمايلها كمان ما فيهاش غلطة. طب ايه يا بوسي بقى الاضافة غير باضافة الخل؟ بصوا يا بنات، احنا طبعا ما ضفناش غير 5 معالق سكر. انا عن نفسي انا حبيت طعمها تمام، لكن بالنسبه ما الناس اللي بتحب الحاجه المسكره، لا ممكن تعملي ايه زي ما انا عملت دلوقتي وهوريكم. بس نشوف بس قوامها الاول، نبدا مع بعض كده، نخلينا مع بعض واحده واحده. بصوا قوامها عامل ازاي، شكلها من جوه عامل ازاي، الشوكولاته سايحه ازاي، بجد بجد خيال. بصوا الجمال حقيقي بجد، والشوكولاته سايحه كده كمان مع الميكستيلا، حاجه في منتهى الجمال والروعه. يعني الواحد عايز يقوم يعملها تاني. طبعا انا عملتها وخلصت، والمونتاج بقى ده بعد يعني ايه، بعد ما اتاكلت وخلصت كمان. بصوا من جوه التوريقه عامله ازاي، والعجينه فاتحه ازاي جميله، كانها كيكه مش كانها معجنات. حقيقي بجد يعني جربوها. واهم حاجه اضافه معلقه الخل دي. بصوا هشه وقطنيه، يعني بحاول اوريكم مدى انها هشه عامله ازاي. لا بجد تستاهل التجربه. لكن محتاجين اضافة بعد ما بتقطعيها كده، بترش عليها سكر بودر. اهو جبت كده الجزء ده ورشيت عليها سكر بودر. ممكن كمان تحطي عليها نوتيلا، ممكن كمان تحطي عليها كريم جانتيه، متاح عندك اي حاجة، بس اهم حاجة حاجة تحلي الطعم. انا طبعا كنت عاملة استفتاء على المنتدى عندي، انتوا متوقعين ايه الفيديو اللي جاي؟ معايا كذا حد جاوب. اول واحده جاوبت ماجي قالت حلويات، يعني انت قربتي بس هي مش حلويات، هي مخبوزات. تاني واحده دعاء حبيبه قلبي، قناه ياسر ودعاء في الامارات، بتقول روتين يا قلبي، وبعد كده بحب اتفرج عليكي وانت بتعملي وصفات الكيك كلها. عموما ما شاء الله عليكي شطوره حبيبه قلبي يا دعاء، ما تحرمش منك ولا من كلامك العسل ده. ومعانا دينا بتقولي اي فيديو منك حلو يا بوسي، بنحب قناتك وفيديوهاتك القمر، ربنا يسعدك ويهنيك يا حبيبه قلبي، ربنا يسعدك انت كمان يا رب. ومعانا ياسمين اشرف، دي صاحبتي، بتقول لي هيكون صنف حلويات اكيد، يا رب اطلع صح واسمي يطلع في الفيديو. لا مش صنف حلويات ياسمين، بس انت قربتي يعني هنعتبره صنف حلويات. وماما حبيبه قلبي بتقول لي اكيد روتين ومشتريات، لا يا ماما مش روتين ولا مشتريات. ومعانا قناه غاده بتقول لي انا بقول وصفه دجاج، اصل اشمعنى ما قلتيش وصفه لحمه؟ لا مش وصفه دجاج. ومعانا حساب بيقول لي انا نفسي تكون روتين، وحشتني روتيناتك الجميله، ان شاء الله ننزل بروتين قوي كده ينول اعجابكم. تسلموا لي حبايب قلبي، ما تحرمش منكم.